السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ احوالكم، اموركم، حياتكم، دنيتكم. اهلا بكم بحلقة جديدة من يوميات واحد عراقي. اليوم الحلقة راح اتحدث بها عن العيد. هو شلون عيد؟ عيد طايح حظه. يعني على سبيل المثال اذا عجبك تطلع تتونس ويا العائلة، طبعا اكيد ماكو غير الزوراء اللي مكلبين بيها، والدولة ما بانية غيرها، ويجوها حتى من البصرة مشاية. المهم هذا مو موضوعنا. انت اذا حبيت تطلع بالعيد تتونس لفد مكان او منتزه راح تلقاه ازدحام قافلة. راح تلقى الطرق كلها مسدسده والازدحام واصل البيت جدي بالطوبشي. يعني شنو هالحكومه التعبانه؟ شنو هالدماغ اللي عندها؟ يعني يسدون الطرق ويسوون ازدحامات على مود يقولون ما يصير انفجارات ويصير امان. يعني هالغباء شنو؟ بنص الازدحام ويجيك دعوشي حقير يفجر روحه بنص السيارات، والسبب انه انت مسوي ازدحام. يعني المفروض بايام العيد بالذات الطرق كلها تنفتح وما يصير ازدحامات، لان تعرفون كل الزين بهذا اليوم راح تطلع عوائل. شلون تسوون ازدحامات؟ يعني على اساس هم يفتشون. زين اي تفتيش هذا؟ تفتيش بس ازدحام، ماكو لا تفتيش ولا شيء. اغبى حكومه شفتها بحياتي والله العظيم. زين هسه عوفنا من هاي الامور، خلي نروح على الامور العائليه البيتيه اللي يصير بالعيد. والله قولوا لي ليش العراقي من يقعد من النوم الصبح يستحي عايد اهله؟ اليوم عيد، استحي عايد اهله، استحي اسوي نفسي نايم. زين حبيبي شبيك؟ مو انت قبل العيد بيوم عادي عندك ويا اهلك وتحكي وتصيح وكل شيء ماكو، ليش اول يوم العيد تستحي؟ استحي. لا يعني واحدهم دي يحسسني رايح يقابل حبيبته ويخاف يشوفها. صدق لو كذب عمي. استحي. لو المشكلة واحدهم يعايد ابوه ومسوي روحه يحبه وبداخله يفكر بالعيدية، ويظل مقابل ابوه قاعد بكل هدوء، واول ما يطيل العيدية ياخذ العيدية ويفلت، وابوه بعد ما يشوفه غير ورا 4 ايام. زين انا ما راح يخبرني غير هذا اللي عايدني ويقول لي ان شاء الله على الرئيس. يعني ليش تتمنى لي اتحمل المسؤولية؟ ليش ما تخليني فري؟ وتعال ربي وتعال كبر وتعال داري مرتك وتعال جيب حفاظات وروح اشتغل وتحمل المسؤولية. ليش تتمنى لي شيء انت لنفسك ما متمناه؟ زين تعالوا خلينا نرجع الى العائلة. الاب اول يوم العيد يكون راضي على ابنه تماما، ما اعرف شنو السبب. كانما ابنه مقدم له للحج، راضي عليه فد مره، ما اعرف شنو السالفه. لك انت ما تستحي؟ دايح، سافل، ادبسز. اغم، تظل طول عمرك فاشل، ما تقرا، ما تدرس، زمال. لك الله يطيح حظك. لك ليش وقت تبقى هيج؟ قلبي وربي ما راضين عليك. قلبي وربي ما راضين عليك. قلبي وربي. ايامك سعيدة، كل عام وانت بخير ولدي حبيبي. ابني تعال شوف ابني. ما اعرف شنو السالفه، يعني راضي عليه بشكل مو طبيعي، بعد شويه يدمع. ابني انا ابني. لو مو بس يجي تحسه فخور، يعني مو بس يجي مفتخر يعني من كل قلبه. حبيبي كل عام وانت بخير يا ولدي. مقصود هو مقصود يقول عبد الحليم حافظ. اما سالفه الام فسالفتها سالفه، تعطيك عيديه وتكون قاعده يم الاب، هو دي يعطيك عيديه، وورا 5 دقائق تسالك تقول لك هاي يما ايش قد حصلت؟ ادري حجيه ترى والله ما حد اعطاني على حطه ايدك. هي منك 10 ومن ابويا 15 وتوسلت بي وما سواهن 20. شباب طبعا الى هنا تنتهي الحلقه. اذا عجبتكم سووا لها لايك، واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. لا تنسون تسوون اشتراك بالقناه وتسوون لايك على صفحاتي على الفيسبوك والانستغرام، موجودات الروابط لي جوا. وبالختام اتمنى ينقرضون هذول الدنبكتشيه اللي بالاعياد يدقون ويرقصون ويهزون لي بالشارع. اتمنى جماعه التاجير اللي برا ما ياجرونهم طبول ومزايق، لان بصراحه وعدهم ده يهز
بنص الشارع. فبطلون اخواني، عيب عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبكم. استحي.